السلام عليكم على احلى واغلى ناس في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو الطماطم، هنعمل مع بعض صلصة طماطم. فيديو مهم جدا لحبايبي اللي بيحبوا التفريزات وخصوصا الطماطم. هنعمل مع بعض صلصة الطماطم بطريقة مميزة جدا جدا، وهتقعد معاكي سنة وزيادة بنفس الطعم واللون والريحة. انسي ان هي يتغير طعمها، انسي اي حاجة ممكن تواجهك فيها بعد الطريقة دي. هنخلي بالنا لازم نعملها مظبوطة علشان هي اللي هتظبط طعم اي خضار هنعمله بيها بعد كده. تعالوا يلا نشوف الطريقة مع بعض على طول، ويا ريت تتابعوا الفيديو الاخر لان فيه معلومات مهمة جدا هتفيدكم. هنقول بسم الله ونبدأ بأول حاجة. هنسمي الله وهنغسل الطماطم كويس جدا، ونجيب نوع كويس جدا علشان نعرف نفرز بيه الطماطم، تكون القشرة بتاعته رقيقة مش سميكة، والطماطمية بتكون ملحمة وما فيهاش طماطم كتير. فدي احلى طماطم ممكن نعملها مع بعض. فنخلي بالنا واحنا بنشتري الطماطم. هنبدأ ان احنا ننضف القطعة الصغيرة اللي فوق بتاعة الطماطم، وهنبدأ نقطعها 4، وعلى النار كده هنحطها على في نار حلة عالية عادي جدا، وهنبدأ ان احنا نحطها على النار. وبعد كده هنبدأ ان احنا نغطيها، لان لما بنغطيها البخار اللي طالع من الطماطم بتنزل وبتنزل المية بسهولة وبتستوي على طول. بعد حوالي 35 دقيقة بنبدأ ان احنا نكشف الطماطم، بتبدأ ان هي تنزل المية بتاعتها بالشكل اللي احنا شايفينه، بس الطماطم لسه ما استوتش قوي. هنقول دلوقتي احنا هنعرف ازاي ان هي استوت، لما يجي وقتها هنقول الموضوع ده. هنغطي عليها وتكمل التسوية بتاعتها. بعد شوية انا فتحت عليها، انا هنا كنت بقلب الطماطم اللي على الوش علشان تاخد التسوية زي اللي تحت على طول. هختبر الطماطمايه، لما تيجي تقطعيها كده بالمعلقة بتلاقيها بتتقطع معاكي بالجلدة بكل سهولة. كده نعرف ان هي الطماطم استوت وبقت زي الفل. ومش بالضروري ان احنا نسيبها على البوتاجاز لحد ما تنشف المية اللي فيها، لا خالص. حتى لو فيها مية احنا بنشيل المية الزيادة وبنبدأ ان احنا نضربها بالخلاط. مهم جدا جدا ان احنا نصفي المية بتاعتها اللي في الطماطم، لان هي بتكون مية لونها اصفر كده، لو دقتيها تحس ان هي فيها مرارة كده. هنا كنت بوريكم هي استوت ولا لسه. فبلاش نضرب المية اللي بتبقى مع الطماطم، لان بتدي حضاضة كده ما بتبقاش حلوة خالص. بدون المية الصفرة دي غير كده هتبقى طعمها مختلف جدا. وبعد كده لما بنسويها بنضربها في الخلاط وبنسويها، ما بتاخدش اي وقت على النار، بتستوي على النار بتستوي بتبقى زي الفل. شايفين المية اللي في الطماطم دي احنا هنتخلص منها تماما. هنا خلاص كانت بدأت تهدى شوية. هاخد المية الصفرة دي مش هضربها معاها خالص، لان زي ما قلتلكم بتغير طعم الطماطم وبتبقى مش حلوة خالص. ولما بتيجي تسبكيها تاني بعد ما بتضربيها في الخلاط بتديكي ميه كده، الطماطم ما بتبقاش مسبكه، بتاخد على النار وقت طويل جدا. فلا احنا هنتخلص من الميه دي ومش هنضربها. وهو ده السر اللي بيخلي الصلصه معاكي تقعد لو سنه في الفريزر، طعمها ما بيتغيرش خالص. عايزه اقول لكم ان هي في الوقت دي ريحتها حلوه جدا 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 وناعمه وزي الفل. في الوقت ده انا صفيتها بمصفى. بلاش تحطيها من غير ما تصفيها، لان بيبقى فيها قطع كده زي قشر كده، ما بيبقاش حلو خالص لو احنا بناكل، مش مستحب كده في الطبخة خالص. فانتي لازم تصفيها قبل ما تحطيها. هتبدأي بقى ان انت تحطيها على النار، على نار هادية خالص، وبتبقى زي ما احنا شايفين كده. شايفين هنا لونها ما شاء الله، والقوام بتاعها حلو جدا جدا. حطيتها على نار هادية خالص. لما المية ما بتنضربش معاها ما بتبقاش خفيفة، بتبقى زي ما احنا شايفين. هحط معلقة من الملح وكمان معلقة من السكر، لان السكر طبعا بيقلل من حموضة الطماطم وما بيعملش كده ايه ساعة ما احنا بنيجي ناكل حرقان شوية كده على الصدر من الحموضة. فالسكر لازم ان احنا نحطه. وكمان معانا ربع كوباية من الزيت هنحطها. لو انتي هتحطيها في الفريزر في اكياس
الزيت تحطيها معاها بالمنظر ده. لو هتحطيه في برطمان يبقى من الافضل ان انت تحطي الزيت على وش الصلصة من فوق. ويا ريت وانت بتاخدي صلصة تكون المعلقة نظيفة، ويا ريت لو معلقة خشب مش اللي هي المعدن العادي، يا ريت لو خشب افضل، ولا هتعمل عفونة ولا هيجرالها اي حاجة، وهتفضل عندك في التلاجة فترة طويلة جدا. فبلاش تستخدمي معلقة تكوني حطاها في اكل او مقلبة بيها حاجة وتاخدي بيها الصلصة، هتفضل معاكي زي الفل. في الوقت دي هي كانت بتغلي، مش هتغلي كتير لان هي تقيلة اصلا، غلوتين 3 كده، وهنسيبها تبرد وتهدى ونبدأ نشوف هنعمل ايه. انا هنا في الوقت ده كنت خلاص غطيت عليها شوية، تاخد غلوتين وانا مغطية عليها. المية بتاعة الطماطم انا ما ضربتهاش معاك، وهي دي اللي طلعت من الطماطم. في الوقت ده بقى هي كانت بتغلي وكانت بالقوام التحفة ده. طبعا هنسيبها تبرد خالص وتهدى، وبعد كده نبدأ ان احنا نعبيها في اي حاجة بقى احنا عايزينها. انا كنت هعمل شوية احطهم في التلاجة في برطمان كده عادي، ولو الباقي نحط الباقي في اكياس في الفريزر عادي. بس بعد ما نعبي البرطمان كده هنحط على وشه زيت علشان يحفظ الصلصة، ولا تعفن ولا يطلع عليها طبقة من فوق ولا اي حاجة، تستخدميه ويبقى زي الفل زي ما احنا شايفين. تبارك الله، لونها حلو قوي وريحتها جميلة، وبتوفر عليكي بقى مجهود ووقت. تبارك الله، تقومي تعمليها وتعمليها احسن من ما انا عملتها. تسلم ايدك وعينك مقدما. انا كده اكون خلصت الفيديو بتاعي، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس علشان اي حاجه انا بنزلها توصل لكم بامر الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.